السلام عليكم ورحمة بكم في كوزين اسماء. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الحاجة الأولى الصحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا وتعادوا ان شاء الله. في الفيديو تاع اليوم راح نقدم لكم وصفة تاع كبدة مشرملة، يعني دائما نبغى نديروها النهار الاول وكامل، تجي بزاف بنينة بطريقة بزاف يعني مهم تجيكم شابة بهذه الطريقة. ونبدأ. أول حاجة هنا عندي كما راكم تشوفوا الكبدة، درت نص تاع كبدة. راح نبدا نقلع هذاك الغشاء اللي يجي من الفوق، كما راكم تشوفوا فيها واحد الغشاء هكا رقيق من الفوق، يجي شفاف. دونك هذاك نقلعوه هكا باش الكبده تاعنا تجي طريه، ماشيش هكا يابسه ولا. دونك باش تجي طريه لازم نقلعوه كما راكم تشوفوا، ينقلع بالخوف يعني غير هكا وتقلعوه كامل، ونقلعوه من الجهتين يعني. فوالا كما راكم تشوفوا بعد ما كملت قلعت لها هذاك الغشاء اللي من الفوق، قسمتها على زوج، راح ندير غير نص، ما راحش نديرها كامل. وبديت نقطع فيها على شكل مربعات بهذا الكيتور. هذا كيتور جديد شريناه غير في العيد، زعما خدمت به غير هاد الخضره جديد، جاني ساهل في التقطاع كنت نقطع به. كما راكم تشوفوا قطعوا على شكل مربعات بهذه الطريقه، يكونوا يعني متوسطين، ما يكونوش صغار بزاف وما يكونوش كبار بزاف. كمل نقطعها كامل بنفس الطريقه. بعد ما قطعتهم راح نبدا نمشط في الماغينات اللي راح نديرها مع الكبده. نبداو باول حاجه راح ندير يعني حوالي 2 مغارف كبار هكا نتاع الزيت تاع طياب هذا، نزيد معاها يعني حوالي مغرف صغيره تاع الثوم. عندي الثوم هنايا طحناه ومخلينه كيما هكا، ندير حوالي مغرف صغيره تاع ثوم. نزيد هنايا عندي الفلفل الاحمر، هذا ماشي حار، اللي بغيتو ديروا الحار ديروا تاني فيه الحار. الفلفل الاحمر يعني تقريبا مغرف صغيره. نزيد هنا عندي راس الحانوت، ندير راس الحانوت شويه. وعندي هنايا فلفل كحل، وندير تاني الملح، بيان سور مننسوش الملح، ديروا هكا شويه تاع ملح. ونزيد حوالي يعني هكا كما راكم تشوفوا هنا زدت الكمون. الكمون تاني يجي بزاف بنين مع الكبده. ندير زدت هنا شويه فلفل احمر، وندير حوالي نص يعني مغرفه صغيره نتاع فلفل كحل كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه نخلطهم كامل مع بعض، يعني نخلطهم كامل مليح. من بعد راح نغلفها بالبابي سيلوفون من فوق، ونخليها في الفريجيدان تريح حوالي، يعني نخلوها قد ما تقدروا نص ساعة ساعة يعني مليح، يعني نخلوها مدة مليحة. دوكا هنايا في مقلاة راح ندير يعني حنوجد لاصوص واحدة أخرى. بعد ما خلينا الكبدة تريح في الفريجيدان راح نزيد نوجدو لاصوص واحدة أخرى. أول حاجة درت حبة تاع بصل، عفوا حبة تاع طماطيس متكرفجة في شوية تاع زيت، وراح نخليها يعني حتى تتقلع مليح. ونزيد عليها مغرفة ونص نتاع طماط تاع القوط، يعني تاع طماط كونسونطري هذيك، وثاني نقليها مليح مع الطماطيس هذيك. ونزيد مغرفة صغيرة تاع الثوم. لي زيبيس درت فلفل الكحل فلفل احمر، نفس لي زيبيس اللي درناهم في الكبده، فلفل الكحل فلفل احمر والكمون وشويه راس الحانوت والملح تاني ما ننسوش. دونك هادو هما، وندير يعني نخليهم كامل يتقلاو مليح. بعد ما يتقلاو راح نزيد معاهم نص كاس تاع ما، ونخليوها طيب على جهه. في مقله واحده اخرى راح نبدا نطيب الكبده هذيك اللي خليناها في فريجيتان تريح. نبدا ندير مقله واحده اخرى يعني وحدها، وراح نقلي فيها هذيك الكبده اللي خليناها تريح. وكما راكم تشوفوا على جهه واحده اخرى رانا خلين هذيك لاصوص تاع الطوماطيس طيب كما راكم تشوفوا، يعني حتى تولي خاطره مليح. فوالا يروح لها كامل هذاك الماء وتنشف، تولي كما راكم تشوفوا صوص تاع طوماطيس.
دونك نخلّو هاذيك الكبدة تتحمّر على جهة، يعني نفس الشي درناها في الزيت وخليناها حتى تتحمّر، كيما راكم تشوفوا بعد ما تحمّرت مليح وطابت، راح نرميها على هاذيك لاصوص طوماط اللي درناها ونخلّوها تتشرب. يعني نحطوها فيها في الصوص طماط هذيك ونخلوها تتشرب بهذه الطريقة، نخلوها حتى ل5 دقايق 10 دقايق قيس ما تشرب هذيك لاصوص تاع طوماطيس، ونقلعوها وتكون الكبدة مشملة تاعنا واجدة وتجي بزاف بنينة، يعني ننصحكم تجربوها وراه تشهي بزاف. هذه هي الوصفة تاع اليوم، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها. من الفوق هنا زدت لها شوية تاع معدنوس، وهذا هو الطبق ان تاعنا. شاء الله يكون عجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد وصفة اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.